السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا النهاردة أول يوم في قناتي، قناة إيمان بنت سعيد. يا رب محتواي ينال إعجابكم. أنا هعمل في القناة كل الأكلات السعودية المصرية الأصيلة بتاعتنا مع لمسة عصرية بسيطة، وإن شاء الله المحتوى ينال إعجابكم. أول حاجة معانا مية بتغلي، ننزل عليها بالماسورة، بنديها قد ربع ساعة كده على النار تغلي. هتلاقيها بقى نزلت معاكي حاجات خضرا كده وريم وحاجات، يعني بتخلي الشوربة شكلها في الآخر مش كويس، ولا طعمها ولا ريحتها. فاحنا بنكب المية دي بعد ما تغلي ربع ساعة كمان، بنكبها ونرجع بمية تاني نضيفة بتغلي، ننزل فيها ببصلة عليها رشة كمون ورشة فلفل اسود ورشة حبهان مفروم، تمام، وورقتين لوري وقالب مرقة وحباية طماطم، تمام. تمام. ننزل عليها بقى بالماسورة اللي احنا صفيناها من المية اللي كانت فيها، وننزل عليها باللحمة اللي ايه هنسلق، تمام، ونغطي عليها ونرجع لها بعد ما تتسلق. كده اتسلقت معايا، نزلت عليها بمعلقتين هرميين صغيرين ملح، يغلوا شوية كده، تغلي شوية مع الملح علشان اللحمة تشرب من الملح، تمام. وهنا بنطلع قطع على المعلقة، وبنجيب ظهر معلقة صغيرة بندخله في اللحمة كده، بنلاقيها استوت معانا وزي الفل. يا إلا بنمسك قطعة كده بإيدينا نلاقيها معانا استوت وبتتقطع بكل سهولة. هنا أنا بطفي عليها، تمام. وهنا جبنا معانا مية مغلية لسلق ورق العنب، هننزل عليها بمعلقتين ملح صغيرين بس يكونوا هرميين، وننزل عليها بمعلقة سكر صغيرة، وأساسي معانا معلقة السكر دي علشان بتفرق جدا في طعم ورق العنب، تمام. بنبدأ نجهز ورق العنب للسليق، بنشيل العيدان من كل الكمية اللي معانا علشان تتسلق معانا بشكل أسرع وتتفرد معانا بعد السليق بشكل أسرع، تمام. وهنا بننزل بالكمية كلها في المياه المغلية، بتاخد معانا من 10 ل 12 دقيقة سليق، تمام. وكده كانت الورقة اصفرت كده وبتتقطع معانا بكل سهولة زي ما انتي شايفة كده، تمام. كده اتسلقت معانا، هناخد المية دي ونصفيها ونحط في مية باردة من الحنفية، تمام. ونجيبه معانا على طبق نفرده ونجهزه للحشو. كده هنفرد الكمية كلها بنفس الطريقة دي. كده فردنا الكمية كلها، وهنا معانا حلة حطينا فيها معلقة دهنة كبيرة ومعلقة سمنة كبيرة برضو، تمام، وشوية زيت. هننزل عليها بأربع بصلات كبار، نبدأ نقلب فيها 5 دقايق كده، وبعدين ننزل بالفلفل. الفلفل معانا 6 قرون فلفل أخضر وسط، لا هو حامي ولا هو بارد، ومعانا قرنين فلفل ألوان كبار متقطعين صغير، ودي معلقة توم مفروم كبيرة. بنشوح فيهم بقى لحد ما ياخدوا معانا اللون الذهبي اللي أنا هوريهولك ده، أيوة لازم ياخد معانا اللون ده. وهنزل عليهم ب3 كيلو طماطم أنا كنت مفرزاهم، وهنقلبهم كويس. ننزل بمعلقتين ملح حراميين صغيرين،
ومعلقة سكر صغيرة، ومعلقتين بابريكا مدخنة، و3 مكعبات مرقة بيفرقوا معانا جدا في الطعم. ونقلب الكلام ده كويس ونسيبها تتسبك حلو قوي. وبعدين ننزل بقطعة هريسة الشطة دي على التخديعة، بتفرق قوي في الطعم، تدينا تيست حلو قوي لتخديعة المحشي. تمام. الهريسة دي حامية على باردة، وبنسيبها تتسبك معانا حلو قوي. بنكون في الوقت ده بنجهز الخضار معانا، وهنا بنقور الفلفل، وهنا كنا قورنا الفلفل ونزلنا بالرز على التخديعة. 2 كيلو رز مغسولين كويس قوي وناشفين. تمام. هننزل عليهم برشة 7 بهارات، ومعلقة كبيرة فلفل اسود، ومعلقة كبيرة كمون، وربع معلقة حبهان مطحون، ونص معلقة شطة، ومعلقة صغيرة كزبرة ناشفة، ومعلقتين صغيرين بابريكا مدخنة، ودي بتديني طعم ولون للمحشي حلو قوي. وبنشرب الكلام ده كله مع بعضه على نار هادية لحد ما يبقاش فيها أي تخديعة، وبننزلها من على النار نركنها تهدى على ما نجهز الخضار بتاعنا. وهنا بندي للكوسة كده الشكل بتاعنا التقليدي، وبنقورها، مش بنخفها قوي، بتبقى ملحمة شوية كده عشان يبقى فيها طعم. تمام. بنقور الكمية كلها بنفس الشكل ده. والبتنجان بنقوره، بس بنقوره حلو قوي، ان هو مش بنخلي فيه اي حاجة، بننضفه حلو. تمام. كله بنفس الشكل. معانا 4 ربط خضرة، ربطتين شبت وربطتين كزبرة يكونوا كبار ويتقطعوا صغير قوي، وقرن فلفل ألوان كبير، يفضل يعني يكون أصفر، بيدي شكل حلو للمحشي. و4 قرون أخضر، يكون حامي أو بارد على حسب الرغبة. تمام. وبنقلب الرز كويس قوي مع الخضرة والفلفل. وهنا معانا حلة حطينا في أرضيتها شوية زيت صغيرين، أساسي معانا في أي محشي علشان ما يلزقش مننا. وهنا بنحط الرز في نص الورقة بالظبط، ونقفل من الجنب ده والجنب ده، هنلاقيها اتقفلت لوحدها كده معانا بكل سهولة. هعمل معاكي أكتر من واحدة عشان تقدري تشوفي الطريقة قد إيه هي سهلة. هنقفل الكمية كلها بنفس الشكل. وكده كنا خلصنا الكمية كلها. أما لو ورقة كبيرة معانا فاحنا بنقسمها نصين عشان ما تبقاش كبيرة قوي وشكلها ما يبقاش أحسن حاجة. تمام كده. بنجيب معانا طبق شوربة صغير
المهم ما نكترش الشوربة، نوصل بالشوربة لحد أول سطر بس كده من المحشي زي ما انت شايفة كده بالظبط. تمام. وبنحطه على نار عالية لحد ما يغلي حلو قوي، وبعد ما يغلي حلو قوي بنهدي النار عليه. وهنا بنحشي البتنجان، بنخلي فيه عقلة صباع ما يكونش فيها رز خالص، علشان الرز لما يزيد ما يطلعش بره البتنجان ويبقى شكله مش احسن حاجة. تمام كده زي ما هتشوفي كده معايا. تمام. هنحشي الكمية كلها بنفس الشكل، نسيب عقلة صباع من كل حاجة، من الكوسة والبتنجان والفلفل بيتحشي ربعه بس، مش اكتر من ربعه. تمام كده، لان كل حاجة لازم نديها مساحتها. وهنا كنا خلصنا الكمية كلها، وجبنا طبق شوربة يكون الشوربة مغلية حلوة قوي، ننزل بيه على الخضار مش اكتر من طبق، علشان الخضار بيكون كله مية. تمام، مش بيحتاج شوربة كتير. وكده كان معانا ورق العنب استوى، وجبنا له ربع كبشة زيت مقدوح بتاع بط أو تحمير فراخ أو تحمير بط. ومعانا المحشي غلا كويس قوي وطينا عليه. وبعد ما استوى معانا جبنا نص كبشة زيت مقدوح وحطيناه على وشه، بيديله تيست وطعم حلو قوي. وكده كان استوى معانا سوا حلو قوي ومظبوط، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا حبايبي. وكده هنغرف الاكل على طول. غرفنا الاكل يا حبايبي بالهنا والشفا ان شاء الله، وتعملوه ان شاء الله احسن مني كمان. ولو لسه مكمله معايا يا ريت ما تنسيش تحطي لايك وتدوسي اشتراك في القناه عشان يوصلك مني كل جديد. وما تنسيش تحطي تعليق كده قمر زيي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.